الشغف ده يا بيبي شعور، وقلت لكم قبل كده ان مش اي شعور بيجيلنا بنسمع له. اهلا اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد او بودكاست جديد. الحلقة دي انا جاية اعملها وانا ريلي ما عنديش اي شغف. ما عنديش شغف ان انا ولا اقوم اصور ولا اقوم اعمل اي حاجة، وبس عايزة اقعد اشرب الكوفي بتاعتي على السرير وما اتحركش. حتى مش عايزة اقوم اعمل غدا، عايزة حد يعمل لي غدا ويجيبوا لي لحد عندي. مش عايزة اقوم من على السرير، مش عايزة اقوم من على السرير، ولا عايزة اصور ولا قادرة ولا ليا مزاج ولا اي حاجة. تفتكروا انا قعدت قمت خدت شاور، جهزت الكوفي بتاعتي اللي هشربها وانا بجهز للفيديوز، وجهزت الفيديوز اللي المفروض تتصور النهارده، وعملت كمان ساندوتش بسيط افطر بيه وبس. وجيت زي الشطورة خلصت اللي عليا، جهزت الفيديوز وقاعدة بصور. طيب هتقولولي احنا استفدنا ايه من الفيديو ده او من الكلمتين اللي انتي قلتيهم دول؟ عايزه اقول لكم ان احنا لو سيبنا نفسنا لدماغنا، وان دماغنا طول الوقت بتقول لنا خلينا نقعد نتفرج على المسلسل بتاعنا الجديد اللي نزل، اصلا انا ماليش نفس اعمل حاجه النهارده، اصلا انا ماليش نفس اصور النهارده، اصلا انا الصراحه ماليش نفس اروح الشغل النهارده. كل ده كلام احنا بنسمعه في دماغنا، بس لو سمعناه بجد هنضيع كل حاجه من ايدينا. ليه هنضيع كل حاجه من ايدينا؟ لان احنا مضطرين نقوم ونمشي نروح الشغل، لان احنا عندنا التزامات، لازم ندفع مثلا مصاريف، لازم ندفع ايجار لو حد عايش لوحده. لازم انا ملتزمه ان انا انزل على يوتيوب، لازم ينزل على يوتيوب، لان دي الحاجه اللي انا بحبها واللي مش هسيب دماغي تسوحني في ان انا افكس لها. فاهمين؟ فانتي اوكي عادي ان احنا نسمع لنفسنا ونسمع اللي جسمنا انه هو خلاص مش عايز يقوم دلوقتي، ونسمع انه خلاص عادي طالما انا مش قادرة. اوكي هقعد اليوم ده النهاردة اريح، بس اليوم ده ممكن يبقى يوم في الشهر، 3 ايام في الشهر، ما يبقاش شهر، ما يبقاش اسبوع، ما يبقاش عمر، ما يبقاش سنين. انا عارفة عندي ناس في حياتي بقالهم سنين عايشين في الكومفورت زون دي، ان انا كده مرتاحة ومليش مزاج اقوم اعمل حاجة، وما عنديش طاقة ولا عندي شغف ولا. انا لسه امبارح كنت بصور فيديو وبقول فيه ان الدنيا سريعة جدا، وان احنا لو ما قمناش وتخطينا الحاجات اللي احنا مضايقانا او الكوارث اللي حصلت في حياتنا، الدنيا هتفرمنا، الدنيا هتفرمنا حقيقي لو ما قمناش. لان عايزه اقولك ان المحرك الاساسي ليكي اللي يخليكي تقومي كل يوم هو مش شغفك. الشغف ده شعور احنا بنحسه كده، زي الانبساط، زي الزعل، الحزن، زي كل ده مجرد شعور احنا بنحس بيه وخلاص. طيب انا ايه اللي هيحركني ويقومني كل يوم غصب عني؟ ان انا حطيت هدف قدامي ولازم اوصل له. انا مثلا حط هدف في موضوع اليوتيوب ده لازم اوصله، فانا مضطرة اقوم دلوقتي اصور، ومضطرة اقوم دلوقتي امنتج الفيديوز اللي انا صورتها، مضطرة ان انا اجهز الفيديوز بكرة. انا مضطرة لان انا حطيت هدف قدامي، انا لازم اوصل للهدف ده. مفيش اوبشن ان انا موصلش لهدفي، ما عنديش اوبشن ان انا اقول فاكس النهاردة مش هصور، هاجي بكرة اضطر اقوم من الصبح اصور، وفي نص التصوير اجهز فيديوز تانية عشان اصورها، وكل الكلام ده. مضطرة اقوم ازنق نفسي الزنقة دي ليه؟ طب ليه؟ وممكن كمان ما تزنقش، ممكن بكرة ممكن دماغي تقولي خلاص بقى مش لازم، ما فاكس موضوع اليوتيوب ده، ايه يعني موضوع اليوتيوب ده؟ لا، انا اللي بيحركني هدفي، واللي بيخليني استمر كل يوم هو الانضباط. ان انا طالما قلت لنفسي كلمة يبقى انا لازم اعملها،
انا قلت لنفسي ان انا خلال الشهرين الاخيرين دول في السنه هعمل كذا كذا كذا. ده اللي لازم يقومني كل يوم، ده اللي لازم يقومك كل يوم، ان انتي لازم تنجحي في الجامعه وتجيبي GPA معين. مش احساس ان انا ما عنديش شغف خالص ان انا اقوم والبس واروح الجامعه واقابل الناس اللي في الجامعه واحضر محاضره 3 ساعات. الشغف ده يا بيبي شعور، وقلت لكم قبل كده ان مش اي شعور بيجيلنا بنسمع له، مش لازم نسمع له. اوكي انا حاسه احساس ان انا فاقد الشغف النهارده، بس انا غصب عني قمت عشان اصور. الام، لو انتي ام مثلا وجيتي صحيتي الصبح، عندك مثلا بيبي طفل، وعندك بيبي يعني مش بيبي، طفل صغير بيروح المدرسه، وانتي صحيتي الصبح، انا فاقده الشغف. البيبي الصغير هيعيط، معلش حبيبي اصلا انا فاقده الشغف النهارده، مش قادره، مش قادره. الطفل التاني يجيلك يا ماما يلا عشان البس واروح المدرسه، معلش حبيبي مفيش مدرسه النهارده، انا فاقده الشغف. ماما طب انا جعان، معلش حبيبي انا فاقده الشغف، روح شوف كلك اي حاجه من التلاجة. البيبي في ام بتعمل كده؟ مفيش ام بتعمل كده. ليه؟ لان هي مسؤوله مسؤوليه كامله عن الاطفال دي. هي لو ما اكلتش الاطفال دي محدش هيجي من بره ياكلهم. هي لو ما لبستش ابنها عشان يروح المدرسه وجهزت له اللانش بوكس، محدش هيجي يعملها كده من بره. افهموا ليه هي قامت؟ لان هي مضطره تقوم. انت كمان مضطره تقومي تخلصي الشغل اللي وراكي، مضطره تقومي تروحي الجامعه او المدرسه، مضطره تقومي الفجر تذاكري علشان عندك امتحان تاني يوم الصبح. كل حاجه انت بتعمليها انت مضطره تعمليها. انا بقول لكم مضطرين، انتوا ما تديش لنفسك حريه الاختيار قوي يعني، لا. احنا نفسنا دايما اماره بالسوء، دايما اماره بالسوء. فاحنا المفروض ان احنا نقوم نفسنا. انا بقوم نفسي وبخليها تعمل الحاجات اللي انا عايزاها تعملها، مش بمشي على هواها هي. انا لو مشيت على هوا نفسي انا كان زمان دلوقتي على السرير وبسمع الحلقه الجديده من ورود وذنوب وخلاص الدنيا زي الفل عندي. كان قعدت اليوم كله، كان جوزي جه من الشغل، فين يا رانيا الغدا، انا ميت من الجوع. ماشي حبيبي اصلا انا ما عملتش، اصلا انا فاقده الشغف. لو في مره اوكي، مرتين ماشي، مش كل مره، مش كل يوم هينفع ان انا ما اعملش حاجه. ان انا اقوم مثلا الصبح ابقى قاعده على السرير اليوم كله، نو. بس يا ستي، ده كان موضوع حلقه البودكاست النهارده. وطبعا سوري ان انا كنت فاقده الشغف قوي وانا بصور الفيديو ده او الحلقه دي، بس لان انا ريلي ما عنديش شغف خاص ان انا اصور اصلا. بس قمت وصورت، وده يخلينا واقول لنفسي ان انا شطوره ان انا قمت رغم انعدام الشغف، اللي هو اصلا جست شعور. مجرد ما انا قمت وصورت واتحركت وعملت، خلاص الشعور ده راح، وبقيت عندي احساس ان انا عايزه اكمل وعايزه اكمل باقي شغلي وبس. اتمنى يكون الحلقه دي عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.